يا سلام يا سلام بجد النهارده صينية البطاطس حكاية. من أول الناس اللي عملوا صينية البطاطس محشية بالفراخ بدل اللحمة كنت أنا، وكل اللي كان بياكلها من إيدي كان بيستغرب بالأول أول ما يسمع بالفراخ، وبعد كده يتجنن من طعمها. تعالي هقولك سر صينية البطاطس المحشية بالفراخ. تعالي شوفي الجمال، شوفي الحلاوة، الريحة تجيب الشارع كده من أوله. بجد حلوة جدا. تعالي نخش على الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نبتدي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. اول حاجه معايا كده كميه البطاطس اللي انت حباها دول حوالي كيلو من البطاطس، ومعايا كمان هنا حوالي ربع كيلو من البانيه، وقطعناه شرايح زي ما انت شايفه كده كانك هتعملي شاورما. جبت البطاطس المقاس الصغير، تكون صغيره ومدوره كده، ما تكونش مبططه عشان تعرفي تقوريها كويس. غسلتها كويس بعد ما قشرتها، وهنيجي نقورها كده بالمقوار بتاعنا العادي أو بالسكينة زي ما أنتِ حابة. تمام. هاوريكِ هنا بقى المقوار ده اللي هو العريض باحطه الأول، وبعد كده أكمّل بالمقوار الرفيّع بتاع البتنجان المحاشي عادي خالص. ممكن لو ما عندكيش المقوار اعمليها بالسكينة، مش هيحصل لها أي حاجة. لازم تقطّعي القاعدة من فوق ومن تحت كده علشان نخلّيها تقعد زي ما وريتِك في أول بطاطساية. قطّعت كمية البطاطس وقوّرتها زي ما أنتِ شايفاها كده. لازم تاخديها بقى على الحوض بتاعتِك إيه، تشطفيه كويس. تشطفي البطاطس بتاعتِك وتحطيها بقى كده إيه في شوية ملح، أو مش لازم لو مش حابة. تمام. أنا هنا إيه بارُش رشة ملح عليها خفيفة وأقوم على طول نقليها في الزيت. اللي طلع من البطاطس ده مش هنرميه، هنعمل فيه إيه يا شيماء؟ استني وكمّلي الفيديو علشان تعرفي هنعمل بيه إيه. هنا بقى معايا زيت على البوتاجاز وهنحمّر فيه البطاطس بتاعتنا، وكمان على العين التانية حلة فيها شوية زيت، وننزل بمعلقة من السمنة البلدي، هتدّي طعم ونكهة جديدة وجميلة. حلوة كده لحد ما وصلنا، حلو كده. أول نحط بقى إيه حوالي 4 بصلات وسط. أنا طبعًا البصل عاملاه بالفريزر ووريته لكم إزاي في الحلقات اللي فاتت، هتلاقيه عندي على القناة. حطيت شوية أول ما البصل بس فَك كده، رُحت نازلة بالفراخ بتاعتي اللي قطعتها. ممكن يا شيماء أعمل الفراخ بتاعتي أو البانيه في الكبة؟ ممكن، بس مش هتدّيكِ الطعم الحلو اللي أنتِ هتاخديه دلوقتي. هتاخدي نفس الطعم بس مش هتحسّي بطعم الفراخ وأنتِ بتاكليها. بجد حلوة جدًا. هنا حمّرت أول طاسة أهي للبطاطس، بادّيها التحميرة العادية. الفراخ بقى نرجع لها. حطينا إيه، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، حطينا نُص معلقة من الكاري، نُص معلقة من الكركم، ربع معلقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من ورق اللورا، ربع معلقة من الحبهان البودر، ورشة من جوزة الطيب اللي هي بما يعادل ربع معلقة بديل جوزة الطيب الكوبيبة الصيني زي ما باقول لكم في كل فيديوهاتي. ماشي. هننزل بمكعب من مرقة الدجاج وشوية من الملح وقلّبي. هي دي هتاخدي أحلى تتبيلة فراخ بجد حكاية، حكاية كده من الآخر. الريحة مش قادرة أقول لكم، الريحة خطيرة، الريحة جايبة الشارع من أوله يا جماعة الحقونا. تعالوا هنا شوفوا الجمال بتاعنا. أحلى حاجة تتحط على سفرة رمضان هي البطاطس المحشية. هنحمّر الفراخ التانية بتاعتنا، غطيناها علشان تنزّل شوية مَيّة تستوي فيها، وبعد كده هابدأ أشيل الغطا من على الفراخ. أنا هنا باوريكِ إن هي بدأت تنزّل مَيّة أهي، هاغطيها كمان مرّة علشان تنزّل المَيّة، وبعد كده أقوم شايلة بقى الغطا خالص من عليها لحد ما المَيّة اللي فيها بتاعة الفراخ تنشف، وتبقى كده الفراخ بتاعتنا استوت. شايفة باحمّر البطاطس على العين دي، والفراخ على العين التانية. تعالي بقى واقول لِك هنا الصوص اللي هنسقي بيه البطاطس. معايا بقى هنا صلصة من اللي كنا عاملينها مع بعض برضه، والفيديو موجود على القناة. وكمان هننزل عليها بشوية إيه، لو تقيلة هتنزلي عليها بشوية مَيّة. هنحط كيس من مرقة الدجاج الفورية، وشوية من الفلفل، وشوية من الملح، وقلّبيها كويس وخلاص كده الصوص بتاعنا جاهز. البطاطس بقى اللي كانت خرّجناها من قلب البطاطساية اللي قوّرناها، حمّرناها في الزيت زي ما بنحمّر البطاطس عادي، وخدتها حطيتها في الصينية من تحت، وأقوم حاطة عليها بقى البطاطس بتاعتنا اللي هنحشيها. بنحشي البطاطس زي ما أنتِ شايفة كده، وترصيها بقى في الصينية بتاعتِك زي ما أنتِ شايفة الجمال والحلاوة ده. ما فيش أسهل من كده ولا أسرع من كده. في خلال نُص ساعة هتكوني عاملة أحلى أكلة. زي ما أنتِ شايفة كده باحشي البطاطس بالطريقة اللي أنتِ شايفاها وترصيها بقى. حابة بقى باقول لِك هنا لو حبيتِ تاخدي بقية البطاطس الطرية تحطيها مع الفراخ وتقلبيها تزود لِك الخلطة، حطي. هنا بقى بناخد الصوص نحطه على البطاطس، وتدخليها بقى في الفرن كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده تولعي لها الشواية لمّا تدّي اللون اللي أنتِ حاباه. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.